انتهت مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن سبورت بفوز النادي الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف لمودرن سبورت. في مباراة شوطها الأول كان كويس تكتيكيا من النادي الأهلي ومن مارسيل كولر منذ فترة طويلة. كان هناك انسجام وكان هناك فعالية على المرمى ويعني تصويبات، وكان في شغل حلو من مارسيل كولر بقالنا فترة ما شفناهوش. ولكن الشوط الثاني في إحساس بغياب النادي الأهلي شوية، غياب نص ملعب النادي الأهلي، إرهاق على اللعيبة بان. الوضع في الشوط الثاني ما كانش احسن حاجه. ابتدى النادي الاهلي بتشكيل مكون من شوبير في حراسه المرمى، العش ورامي في قلب الدفاع، هاني والدبيس، مروان والسوليه وقفشه، الشحات وامام وجراديشار. اهداف اللقاء جاءت عن طريق جراديشار هدف واسيست، وامام عاشور هدفين واسيست، وحسين الشحات اسيست. فمجمل اللقاء زي ما قلنا اللقاء ممتاز. لقاء الشوط الاول ياخد النادي الاهلي 10/10. شوبير بصراحه عمل صد الانفراد الشوط الاول ممتازه. الهدف اللي دخل في النادي الاهلي لا يسأل عنه شوبير نهائيا. رامي ربيعه كان متاخر جدا في التغطيه على المهاجم، حسين الشحات هو اللي كان راجع مغطي معاه، فرامي ربيعه ما كملش فيها، وشوبير لا يسأل عنه لانه صدد اقوى منها الشوط الاول، فبصراحه يعني لا يسأل عنه. فشوبير انا في اعتقادي النهارده ياخد 8/10. العش ياخد النهارده يعني 7/10. رامي ربيعه ياخد 6/10. محمد هاني ياخد 5/10. كريم الدبيس ياخد 6/10. السوليه برضو عمل اداء كويس نظرا ان هو ما بيلعبش متتالي بقاله فتره، فالموضوع بالنسبه له ما كانش بدنيا افضل حاجه، ولكن عمل اداء كويس، فيعني انا اديله 6.5/10. مروان عطيه اديله 7/10. قفشه برضو عمل لقطات كويسه جدا وسيروهات ومسبق واسف وبيفتح لعب كويس جدا، فقفشه اديله 7/10. حسين الشحات عشان الاسيست اديله 7.5/10. امام عاشور صراحه ياخد 10/10 النهارده، مفيش غلطه عملها امام عاشور في المباراه. جراديشار ايضا ياخد 9.5/10 او 9/10، لان في بعض الكرات كده هو بس. انا جراديشار عنده حته القوه البدنيه كويسه، مش قوي بدنيا ولكن بيعرف الثنائيات يفوز بيها او ياخد فاولات او ينقل اللعب، بيرجع يدافع، بشوفه في نص الملعب كتير، بيسقط من البوكس كتير، ودي نقطه ممكن تكون ميزه شويه اوقات ما كانتش موجوده. حتى يعني وسام كان بيضغط كويس وجراديشار بينزل، فانا الاثنين مكملين بعض في بعض الحاجات. ممكن نشوفهم في اللقاءات لما تتزنق خالص وتبقى مثلا متعادل او خسران، ممكن تشوفهم الاثنين مع بعض في البوكس هيعملوا شغل كويس جدا. ولكن مجمل اللقاء لقاء كويس، 3 نقاط مهمين جدا في مشوار الاهلي في الدوري واستعاده الصداره مره اخرى. باذن الله الفتره الجايه هتبقى احسن واحسن، بس كولر يبدا بالتشكيل زي ما بدا النهارده، كل واحد في مكانه، الامور هتتظبط. بلاش بقى كريم الدبيس الاقي جناح ونيدفيد يبدا والكلام ده كله. انت بالتشكيل كل واحد حطه في مكانه هتلاقي شكل كويس من الاهلي.